السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وما يخصكم بخير يا ربي، ومبروك عواشركم باش ما تمنيتو تعيدوا مع عائلتكم بخير وعلى خير وبما يرضي الله يا ربي. اليوم غنشارك معكم البنات هاد المخنفر بطريقتي، كيجي زوين وبنين وما تشبعوش منه واقتصادي وسهل دغيا توجدوها البنات. ما فيه لا عجن لا دلك لا قرص، خلطي وخليتيه خمار وطيبيه. هنا البنات درت بيضه وحده، المعلقه ديال الخميره ديال العجين اللي درت لها شويه الماء، ذوبتها في شويه الماء. وغنزيد السر ديال هاد المخنفر البنات هو هاد الطانون. الدانون البنات كيعطيه واحد المذاق زوين بزاف ما تشبعوش منه، كنتمنى تجربوه غادي يعجبكم ان شاء الله. كنخلطها البنات وكنزيد واحد 2 كيسان معامرينش ديال الماء. خلاص نتوما المقادير نتوما اللي غتعرفوا شحال غديروا، واش غديروا كتير ولا غديروه قليل. المهم انا شاركت معكم الفكره الطريقه اللي كندير ليها انا. ما حتى انا الا كنت غنصايب بزاف راه غادي نزيد المقادير، غنزيد الماء. هنا البنات غنستعمل العسل ديال الليمون، انا في بلاصه السكر كنستعمل العسل. يمكن البنات الا ما كاينش العسل غديروا السكر، غديروا واحد 2 معالق ديال السكر، حيت هو البنات خاصو السكر يا العسل ضروري باش يتحمر. الا ما درتي ليه لا السكر ولا العسل ما غاديش يتحمر، غيولي بحال بغرير. هنا البنات كما قلت لكم 2 كيسان ديال الماء ما عامرينش، وغنزيد كاس ديال الطحين عامر والكاس ديال السميده ما عامرش. ما احسن البنات ما تكتروش السميده، الطحين يكون كتر من السميده. هنا البنات انا راه سنستعمل دقيق ديال الحلويات، خاص بالحلويات هو اللي كيجي فيه بغرير، ولا حتى المخنفر والكريب كل شيء كيجي زوين في الطحين هذا ديال الحلويات. الا ما كانش يمكن تستعملوا هذاك الطحين عادي من داكشي اللي عنده غيقضي به. هنا البنات غنزيد واحد الخماره حمراء ديال الحلويات، حيت المخنفر ضروري خمار، ضروري ختامر يا البنات. خليوه ملي تخلطوه وخليوه ربع ساعه باش يختمر. ولكن البنات واحد المذاق ما نقولش لكم، وما عرفتي وما تشبعوش منه. بهذاك انا كنت كنديرو بالحليب، ولكن بهذا ديال الضانون يا سلام. هنا زدت الكاس ديال السميده ما عامرش، غنخلط بالخلاط ديال الضو وغنخليه ربع ساعه حتى يختمر مزيان. ما تفوتوهاش البنات حيت فيه الخميره بزاف، ما تفوتوش ربع ساعه. ربع ساعه 20 دقيقه ما تفوتوهاش يا البنات باش ما يخسرش، ما تكونش فيه ريحه الخميره بزاف. الا طيبتوه وبغيتو تاكلوه، الا خليتوه يخمر بزاف غادي تخسروا الخميره، غادي يولي فيه ريحه الخميره. زدت واحد المعلقه ديال الخل، انا كنستعملها هاد الخل العادي، اي خل عندك يعني استعمليه ماشي مشكل، ولا حتى الا ما كاينش الخل ماشي مشكل. هنا البنات كندهن المقله ديال بغرير، تكون اما حسن تكون هاد الصغيره ما تكونش ديك الكبيره باش ما تجيش المخنفره كبيره بزاف. كندهنها بالزبده وكنخوي فيها الخليط. ملي كتحمر من اسمو كنقلبها لجهه اخرى ندهنها ثاني بالزبده.
هذا هو المخنفر ديالي بطريقتي. يا سلام كيشهي شكلا وحتى في المذاق. دهنتو يا البنات بالعسل، عرفتي كي جا ما نقولش لكم يا البنات يا سلام، عرفتي تجربوه والله ما تندموا. وإلا وصلتوا معايا حتى لهنا شجعوني بواحد اللايك والبارطاج والاشتراك فضلا ليس امرا، وشكرا لكم بزاف، والشكر في حقكم قليل. يا ربي يسهل على الجميع يا ربي.